الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة فيلم أنف وثلاث عيون. كل ما أحس نفسي مش مستريح باخد القرار وأقطع العلاقة. لا، هي دماغك توديك لعلاقات ما ينفعش انها تكمل. يعني لو احنا الاتنين حاسين بنفس الحاجة يصح اننا نبعد. ساعتها عرفت إن قرار استسلامي ليها كان غلطة. انا اتأكدت ان قصتنا مش هتفضل كده. انتهى المخرج المصري أمير رمسيس من تصوير مشاهد الفيلم الجديد اللي بعنوان أنف وثلاث عيون، اللي متاخد من رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، واللي هيمثلوا المرة دي ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف وجيهان الشماشرجي. الفيلم سيناريو وحوار وائل حمدي ومن إخراج أمير رمسيس. والفيلم ده بيعتبر معالجة سينمائية معاصرة للرواية الكبيرة بتاعت الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، اللي قدمها في فيلمه السينمائي سنة 1972، واللي كان بيمثله محمود ياسين وماجدة وميرفت أمين ونجلاء فتحي، وكان من أخراج العبقري حسين كمال. الاستسلام بيبقى قرار مريح لما بنتعب من التفكير والحسابات، فما بالك لو استسلمنا لحاجة جميلة. في الأوقات دي بتتضايق من شهرتك ولا بتخاف عليها؟ هو احنا ابتدينا السيشن؟ لا خالص، بندردش. مش انت بتقول انك مش فاكر حاجة عن علاقة مامتك وباباك وانت صغير؟ ولما تيجي تفتكر تتكلم عن الخناق. انت من جوه مش مرتاح. تحب الشهرة؟ أيوة، بس في وقت لا. ده انا وانا بعمل ريسيرش عنك طلع لي في اخر سنتين بس صاحبت 3 ستات. كل ما أحس نفسي مش مستريح باخد القرار وأقطع العلاقة. بس مش فاهمه ليه صح اننا نبعد. طب انت ليه حاسس انك محتاج لثيرابيست؟ حلم حلم بيتكرر من وقت للتاني. بقول لك ايه يا علياء، هو احنا ليه ما نرجعش لبعض تاني؟ البس هدومك وامشي. فكر في اللي مضايقك، اتكلم عنه. بحب واحدة ما ينفعش أحبها. بس اللي خدتني دلوقتي ان انا مش لوحدي اللي حاسه كده. انا اتاكدت ان قصتنا مش هتفضل كده وان انت هتبقى عايز تكمل. هاشم، لا هي دماغك توديك لعلاقات ما ينفعش انها تكمل. مين القطه المهمه دي؟ هو أنت اللي بتعملي إيه هنا؟ برتب الكراكيب اللي جوه. شغلت بالي ليه؟ ما تهدي الفوليوم شوية. مشكلة بس ان الناس لما بتبعد عن بعض بتنسى التفاصيل كلها. It's unfair. رواية أنف وثلاث عيون سنة 1964 هي رواية مهمة في مسيرة الكاتب إحسان عبد القدوس، اللي بتتناول العلاقة ما بين الرجل والمرأة ومفهوم التحرر، وده من خلال بطلها الطبيب هاشم عبد اللطيف، اللي بيتعلق ب3 نساء، كل واحدة فيهم عندها حكايتها المليانة بالصراعات النفسية. الأولى بتقع في الخيارات الغلط، والتانية ضحية لأخطاء أمها، والتالتة شخصيتها قوية. وأكد المخرج أمير رمسيس حبه وعشقه للرواية بشكل أساسي، وقال إنه أكبر تحدي بيواجهه أي حد يتصدى للرواية ديت هو إنه يلاقي رؤية مختلفة وحبكة سينمائية كويسة، وده اللي رآه في رؤية السيناريست وائل حمدي لحول النص الأصلي لطرح مختلف لهاجس العلاقات الثنائية مع فارق السن بين الطرفين. ولفت النظر إلى إن ظروف تسويق الفيلم المصري اللي جعلته ما يديش حق الشخصيات بقدر وفائه لشكل السرد اللي ورد في النص الروائي، موضحا إن حرية اختيار الممثلين بتجعلنا نبني الفيلم على أجيال مختلفة لإظهار فارق السن بين الشخصيات وإبراز إضافات جديدة أخرى، وده اللي بتأديها شخصية صبا مبارك. ومن المقرر عرض الفيلم للمرة الأولى ضمن برنامج روائع عربية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي القادم. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن الفيلم اللي كنا بنتكلم عنه النهاردة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. كان معاكم أحمد محمود، قناة ترند. شكرا يا شباب.